قبل أن أقرأ المضمون أقرأ السند وأثبت صحة السند وأن الذين نقلوا هذه القضية ليسوا أناس مجهولين، وإنما من أكابر ماذا؟ الثقات ومن أكابر الذين يعتمد عليهم، وهذه يعطي قيمة احتمالية عالية ماذا؟ للخبر الذي ينقلونه إلينا. فرق كبير بين أن ينقل رواة خبر ولكن الرواة أناس عاديين لا يعرفون شيء، وبين أن ينقل أئمة وعلماء كبار ويعرفون الموازين ينقلون حدثا من الأحداث يأخذ قيمة كبيرة. تعالوا معنا أعزائي إلى النص الذي أريد أن أقرأه، ولكن إلى السند. الرواية أعزائي أو القضية الحادثة موجودة في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، أيضا قبل من؟ قبل ابن تيمية، لأنه هو قال لا الأئمة ولا الآخرين غير ابن قيم الجوزي. لا نعم. ابن قيم تلميذه، بل أحسنتم. نعم. هذا ابن الجوزي المعروف من العلماء الكبار، ووفاته متوفى 597 من الهجرة. في المجلد الخامس أعزائي هذه عبارته هناك، يقول وأخبرنا، التفتوا، من ده يقول؟ العلامة ابن الجوزي ده يقول. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى السند. يقول وأخبرنا، من القائل؟ ابن الجوزي. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار، هذا الثاني، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي، هذا الثالث، قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقول سمعت جعفر الخلدي يقول. إذن قبل أن أقول ماذا قال جعفر الخلدي أريد أن أقف ماذا؟ أنه هؤلاء الذين جاءت أسماؤهم في سند هذه القضية واقعا أناس يعتمد على قولهم أو لا يعتمد. أما الأول وهو من؟ وهو ابن الجوزي، فلا نحتاجه، ويمكن الأعزاء أن يراجعوا إلى البداية والنهاية أعزائي في المجلد السادس عشر صفحة 706 ترجمته الكاملة موجودة. أما الأول وهو ابن ناصر، يعني ابن الجوزي قال أخبرنا ابن ناصر. تعالوا معنا إلى ابن ناصر. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم المجلد الثامن عشر أو الجزء الثامن عشر صفحة 103، التفتوا رقم الترجمة 4201، قال محمد بن ناصر ولد ليلة السبت فلان فلان وفلان وقرأ فلان، التفتوا إلى أن يقول وأكثر منه وكان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه. لا مغمز فيه أبدا، لا مجال لأن يشك في كلام من؟ الذي ينقل عنه ابن الجوزي مباشرة، ابن ناصر الذي هو محمد بن ناصر. أعيده، كان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه. هذا الراوي الأول في السند. الراوي الثاني في السند وهو المبارك ابن عبد الجبار. أعزائي أنقل ترجمته لكم من كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، عبد الفتاح أبو غدة. أعزائي في المجلد السادس صفحة 451 رقم الترجمة 6288، المبارك ابن عبد الجبار يقول شيخ مشهور مكثر ثقة، شيخ من الشيوخ لا يمكن أن يستهان به، ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب إلى آخره. هذا من الرجل الثاني في سند هذه الحادثة. الرجل الثالث هو أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي، وردت ترجمته أعزائي في تاريخ مدينة السلام
للخطيب البغدادي المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. رقم الترجمة أعزائي الجزء السادس صفحة 36 و37. رقم الترجمة 2522. قال أبو الحسن المعروف بالعتيقي يقول كتبت عنه وكان صدوقا، مو كان ثقة، صدوق صيغة مبالغة، يعني واقعا كان من الذين يعتمد عليهم 100%، وكان صدوقا. لا أريد أطيل في التراجم. الشخص الآخر في الترجمة وهو أبا بكر الصيرفي، وردت ترجمته في الجزء الثاني من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، تحقيق بشار معروف، المجلد الثاني أعزائي، رقم الترجمة 598. قال أبو بكر الصفحة 619 و620، ورقم الترجمة قال حدثني الصيرفي وسألت عنه فقلت أكان ثقة؟ فقال فوق الثقة، مو ثقة. هذا أصلا ثقة ونص، يعني ثقة ونصف تعبير العراقيين، ثقة ونصف أعزائي. هذا همتين الشخص الرابع في الترجمة في القضية. الشخص الأخير أعزائي في سندي وفي طريق هذه الحادثة ما ورد في المجلد الثامن من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، وتحقيق أيضا بشار معروف، في صفحة 146. رقم الترجمة أعزائي 3668. المعروف بالخلدي جعفر الخلدي قال وكان ثقة صادقا دينا فاضلا. ثقة صادقا دينا فاضلا. إذن أعزائي الحادثة منقولة عمن؟ من أناس متوسطين أو دون المتوسطين، أو كما يقال من السند الأعلائي في الوثاقة، يعني في أعلى درجات الوثاقة والإطمئنان والصدق. واضح إلى هنا؟ بس تعالوا معنا هذا السند. هسه نقرأ إلى الحادثة. لماذا أعزائي؟ خلي أبين فد أصل أستاذ علاء، هو أنه مرة يأتي شخص وينقل فد حادثة، هذه الحادثة عادية، يقول رأيت فلان، أنت تصدقه مباشرة. ومرة يأتي شخص وينقل لك فد حادثة غير عادية، أنت لكي تصدق إذا نقل لك إنسان عادي قد ماذا؟ رأيت فلان يمشي على الماء مثلا، على سبيل المثال، أو رأيت فلان حادثة، أنت ببساطة لا تستطيع ماذا أن تصدق إلا إذا كان النقل ماذا؟ على أعلى درجات الوثق. أحسنتم. يعني كانوا من العلماء، كانوا من الذين هاي الحادثة اللي نريد ننقلها واقعا من الحوادث ليست العادية، ولذا أنا اضطررت إلى أن أبين كامل سند هذه الرواية حتى يطمئن المشاهد الكريم أننا مدى ننقل قضية في حادثة من كتب التاريخ من يقول صدق ومن يقول ماذا؟ كذب. تعالوا معنا أعزائي مرة أخرى إلى كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي، المجلد الخامس، صفحة 346. قال ابن الجوزي أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو الحسين العتيقي قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن الصيرفي يقول سمعت جعفر الخلدي الذي كان ثقة دينا صدوقا فاضلا. هذا بدأ ينقل القضية. يقول كان بي جرب عظيم، كان أجرب، كان بي جرب، التفتوا لي، كان بي جرب عظيم، مو جرب عادي أيضا، جرب عظيم. من يقول؟ جعفر الخلدي. فتمسحت. وين تمسحت؟ في ذهنكم واقعا المشاهد الكريم، خلي تعبيرنا فليذهب يمينا ويسارا. أين تمسح؟
طبعا يقينا لا هو من أعزائي، لا هو من الشيعة، اقرأوا التاريخ، لا هو من الشيعة ولا من مغالي الشيعة ولا من الرافضة ولا أبدا، وإنما هو ماذا؟ من أهل السنة. من أهل السنة. بل أزيدكم علما، هذه أقولها واقعا لأعزائي الصوفية في العالم، هو من شيوخ ماذا؟ الصوفية. قال فتمسحت بتراب قبر الحسين. الله. واقعا بعد أنا هنا أوجه خطابي إلى الشيعة، هنا واقعا خطابي أوجهه إلى الشيعة. أعزائي، واقعا تجدون الآن هناك هجوم مركز على عقائد الشيعة لمحاولة التشكيك في هذه القضايا والشعائر والارتباط بأهل البيت. بالكم وإياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الكلمات هنا وهناك. أعزائي، هذا الرجل أعزائي تاريخه ماذا؟ في القرن الرابع والخامس من الهجرة، مو الآن أعزائي، وهو من كبار الذين قرأنا، فاضل دين ثقة صدوق. يقول فتمسحت بتراب قبر الحسين. هسه تقول لي سيدنا هذا لماذا راح للإمام الحسين؟ لماذا ما ذهب إلى الإمام الباقر؟ لماذا لم يذهب إلى الإمام السجاد؟ سيأتي وأجيب على هذا التساؤل. فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء. الله. وزرت قبر الحسين. إذن هم تمسح هم زيارة وهم يعني استشفاء. المشافي هو الله، هو الشافي. أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن نطلب الشفاء ممن؟ لا، الشفاء ماذا؟ من الله سبحانه، هو الذي يشفي أبدا. الشافي هو، مرضت فهو يشفين. ولكن الله جعل هناك وسيلة للشفاء. حتى في الدواء، أنت عندما تذهب إلى الطبيب، الشافي هو الدواء والطبيب له الشافي هو الله، ولكنه ماذا؟ الطبيب والدواء وسيلة. لا يتبادر إلى الذهن نحن ندعي نقول أنه أساسا الذي يشفي هو من؟ هو الإمام الحسين. أبدا، لأنه حتى الدواء بل أنه هو الذي يشفي بل أبدا الشافي من؟ ولكن الله جعل أمرني بأن أتوسل بالدواء ليفيض علي الشفاء. كما من الذي يرفع عطش الماء؟ أبدا، الماء لا يرفع العطش. الذي يرفع العطش من؟ هو الله. ولكن أمرني إذا عطشت أن أشرب الماء ليرفعه عني ماذا؟ عطشي. ولكن مباشرة أو بالوسيلة؟ بوسيلة شرب الماء. التفتوا لي، يعني بالواسطة. الله كان قادر إذا عطشت أن يرفع عطش مالي بلا واسطة. أقول يا الله ارفع عطش يرفع، ارفع جوعي يرفع. ولكنه أبت حكمته إلا أن أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها ووسائطها. فتربة الحسين هي الوسيلة، هي الواسطة، وإلا الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء من الجرب. وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة. بعد القضية طويلة الآن ما أريد أقف عندها.